صباح الخير حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حواوشي في البيت، حاجه كده تحفه وخرافه، احسن كتير من المحلات. لو انتي رايحه مصيف ممكن تعمليه في البيت بكل سهوله. لو اول مره تشوفيني، انا حنان ودي قناتي اكلات نونا وحكاياتها، بنقدم طبخات وحكايات. اتمنى الحلقه تعجبكم، واتمنى ما تنسوناش في لايك للفيديو وشير للقناه. يلا بينا على مطبخنا. مساء الخير. لو عايزة تعملي غدوة سريعة وانتي في المصيف، هنعمل احلى خلطة لحمة للحواوشي. عندي نص كيلو من اللحمة، حبايتين كبار من البصل، قرنين فلفل، واحد حراق واحد كوبي، طماطمية صغيرة متقطعة طرنشات صغيرة. تمام. مش هضيف عليها بهارات اكتر من ملح، فلفل اسمر. بالنسبة للعجين بتاع الحواوشي مش هنشتريه من بره، هنضيف معلقة صغيرة من الملح، بيضة، معلقتين من اللبن البودر، بيدي طراوة حلوة قوي للعجينة بتاعتنا. عندنا كمان معلقتين من الخميرة الفورية او الخميرة البيرة، معلقة خل محسن للمعجنات، معلقتين من الزيت، وميه للعجن. هوريكي قوام العجينه هيبقى عامل ازاي. ده قوام العجينه بتاعتنا يا جماعه، عجينه لينه لكن مش بتلزق في الايد. تمام. هنسيبها تختمر وبعدين هنرجع نشتغل فيها. اول خطوه معانا بعد ما بططنا قرصنا الخبزات بتاعتنا اهو بالشكل ده. مفيش احسن من حاجه البيت يا جماعه، حلو قوي ان احنا نعمل حاجتنا في بيتنا. لو هتروحي تجيبي عيش من الفرن بيبقى غالي، ويعني لا، يعني افضل كتير ان انتي تعملي حاجتك في بيتك. عيش اتفرد حتى، يعني ما استخدمناش مردنه ولا حاجه، اتفرد معانا بكل سهوله. شايفين الجمال؟ هبدا انزل بالحشوه كده. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. مفيش اجمل بقى من الحاجات المخبوزات الجميله دي، ممكن تعمليها معاكي وتاخديها معاكي البحر لو انت في مصيف او حاجه. والله يا جماعه، ولو عملتيه وانت في المصيف مش هياخد معاكي، طالما عندك فرن مش هياخد معاكي وقت ابدا، تعمليه بكل بساطه. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. وانا دهنه الصينيه بتاعتي مسحه من الزيت، هننزل بيها بالشكل ده. هعمل معاكم كمان واحد. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. بكل بساطة اهو يا جماعة. لو معانا حد مبتدئ هتعمليه بكل بساطة اهو، ولا حتى استخدمنا اي حاجة. فردناه والعجينة مرتاحة وجميلة. بسم الله، صلوا على النبي يا جماعة. العيش باللحمة يا جماعة كل ما تكتري البصل بيبقى طعمه حلو قوي، البصل بيديله طعم حلو، كمان قرن الفلفل، ولو في عرقين بقدونس كمان، بس للاسف انا ما كانش عندي بقدونس، فانا استعدت عنه بالفلفل وبالطماطم الى جانب البصل. تقفلي الرغيف بتاعك كويس قوي اهو على الصينيه بتاعتنا. هكمل الكميه وبعدين هوريكم النتيجه النهائيه عامله ازاي.